تفاصيل القبض على مشهورة مواقع التواصل المطلوبة للعدالة. بعد تواريها عن الأنظار لفترة طويلة، تمكن مكتب جرائم معلوماتية في لبنان من إلقاء القبض على التيك توكر غدير غنوة الملقبة بجيجي. وفي التفاصيل فإن اسم غنوة كان قد أدرج ضمن أسماء المطلوبين في قضية اغتصاب قُصّر، إلا أنها تمكنت من الاختباء لفترة معينة قبل أن يتم القبض عليها في منطقة الليلكي. وكانت غنوة قد توجهت إلى أحد المطاعم في تلك المنطقة، وكانت ترتدي هودي وقبعة سوداء، في خطوة منها لعدم كشف ملامحها، مما أثار شكوك صاحب المطعم الذي أقدم على الاتصال بالقوى الأمنية التي حضرت وتمكنت من إلقاء القبض على غنوة أو جيجي.